السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو المعاطي وممنوع من العرض. فيلم الليلة بيجسد الفساد الإداري والمحسوبية والرشوة اللي كانوا ماشيين في البلد في أيام السبعينات والثمانينات والكلام ده اللي انتوا فاهمينه في أوائل الثمانينات، والانفتاح الاقتصادي والكلام ده. وده دايما هتلاقوا حتى كلمة الانفتاح دي على لسان حاتم ذو الفقار في الفيلم. اللي هو يعتبر رأس الأفعى هنا في العصابة اللي خزنته اتسرقت واتاخد منها ورقة. الورقة دي فيها أسامي السادة المرتشين من الوزراء وإيه والمسؤولين الكبار والشهريات اللي بتروح لهم في كل شهر. الورقة دي وقعت في إيد أحمد بدير. هيحاول يساومهم عليها. قبل ما يموت هيكون خبى الورقة ديت عند الدكتورة اللي هي يسرا. بالصدفة بقى البحت بقى فؤاد فيشاوي صحفي، بس مش لاقي حاجة يتكلم فيها يعني في الصحافة، فبيتكلم عن الاستاتيكا والديناميكا والكلام من ده. فهيقعد مع واحد زميله كده عنده سويتش، فهيسمع مكالمة عن طريق الخطأ بينهم إن حد من الفقاعة عايز يقتل الدكتورة اللي هي يسرا. هيخش بقى هتيجي يجري في الموضوع إن هو عايز